السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهاردة جبنا او هنبدأ دورة جديدة من الكتاكيت. احنا كنا منزلين فيديو التحضيرات بتاعت الكتاكيت وتظبيط المكان وكده يعني مع بعض امبارح بالليل واحنا مجهزين المكان. احنا النهاردة الساعة حاليا احنا الظهر يعني، لا الساعة 1 كانت الكهرباء قطع عندنا. كنت مشغلها النور من بدري بس الكهرباء قطعت، كان عندنا اعطال ومش عارف ايه. المهم ان ايه يعني اللمبة قايدة بقالها شوية صغيرين مش كتير، بس يعني المكان دافي وانا محبكاه من امبارح وتمام. نوع الكتكوت ده يا جماعة النهاردة الكتكوت ده رص. هنبدأ نطلعه الأول. الكتكوت ده نوعه رص لأن احنا بدأنا فصل الصيف وانتوا عارفين فصل الصيف بقى 1 2 3 4 5. أحسن نوع فيه الرص. هنعد مع بعض 5 7 8 9 10 12 11 17 18 19 20. احنا كده ظبطنا المكان كده، نزلنا الكتاكيت بتاعتنا اهي. هنبدأ بقى نحط لهم ميه واكل ونشوف موضوع الحرارة علشان احنا عارفين ان المكان لسه يعني. نزلنا اللمبة شوية وهم قعدوا فترة طويلة في الكرتونة علشان النور. الكتكوت النهاردة يا جماعة سعره 47 جنيه. وكان اول امبارح ب42 وامبارح كان الجمعة ما كانش فيه، بس يعني هي بداية مبشرة بالخير ما شاء الله. الكتاكيت متفردة اهي زي ما انتوا شايفين كده، مفيش غير ده ملاك. في ايه كسلان ليه؟ كسلان ليه؟ ما في ايه مالك؟ في ايه؟ لا فاق شوية اهو. شايفين ما شاء الله هما يعني اندمجوا في المكان خالص اهو. هنشوف العلاج اللي احنا جايبينه مع بعض. اول حاجة ده محلول جفاف. ده محلول جفاف هنحط يعني مثلا 5 سنتي على الرجل منه. ده محلول سايق مش بواكي. انا بحب اجيب الازايز دي تفضل عندي شوية. ده ويعني ازازة تانية او نوع تاني انا اصلا بجيبه وبستخدمه لاولادي، فانا بجيب دي اوفر. الازازة دي ب33 جنيه. دي هتكفي معايا الدورة وتمام زي الفل. يعني انا بحب استعملها عن الاكياس. الاكياس مفيش مشكله، اللي جايب عدد بسيط وعنده الاكياس تمام يبقى تمام مفيش اي مشكله. هناخد اول حاجه بقى نحط لهم الميه بالمحلول ده علشان يعوض الارهاق من المكان وكل اللي هم مروا بيه. اول حاجه انا هحط المحلول الجفاف على الميه عشان يعني روحهم ترد لهم كده، لانهم قعدوا كتير في الكرتونه ومسافه الطريق وعبل ما اتنقلوا في عربيات وجم وقعدوا عندي شويه في الكرتونه والجو حر الايام دي زي ما انتوا شايفين. فهنشوف بقى يعني هروح احط لكم ده، هروح احط المحلول الجفاف ده مع بعض واجي نحطه على رتل ميه واجي. انا كده حطيت لهم الميه بالمحلول. هحاول نعرفهم يعني هاخد واحد مثلا كده واحاول ان انا اوديه هنا ان هو يشرب مثلا او ان هو يعرف يشرب ان دي ميه يدوق بس اهو. اللي انا اخدته شربته اهو. ثواني خلاص. احاول اسيبهم يشربوا واوديهم من الميه. تمام كده. انا هنا حاطه الميه دي الاول بالمحلول علشان اللي حصل للفراخ دي. الفراخ دي اتبهدلت بمعنى كلمه اتبهدلت بصراحه النهارده من قطعان النور ومن
من قطعان النور ومن يعني واتأخرت عليهم في الكرتونة وكده، خفت اطلقهم اصلا كده يكبسوا على بعض، فسبتهم في الكرتونة في مكان صغير عشان يدفوا بعض. بس هما ما شاء الله شايفين الكتاكيت مفردة ازاي تلعب اهي بعيد خالص عن بعضها. هنجيب لهم شوية مية بقى، شوية اكل في طبق تحضير، ونرجع معاكم تاني. نقرا هما وابتدوا ياكلوا والنور كان قطع فخلاهم لموا على بعض زي ما انتوا شايفين كده، فانا ولعت لهم اللمبه 100 كمان واحده زياده عشان تعمل لهم المكان. هم حتى في فيهم فرط كتير اهو ماشي. وهم كده كده احنا اول يوم حطينا العلق والميه على محلول الجفاف. ده اصلا اليوم اللي هو المفروض يوم الاستقبال او اليوم اللي هو مش هيتحسب. نظبط احنا كده، ظبطنا تهوئه مع تدفئه مع المحلول الجفاف، يعني حطينا الادويه بتاعتنا وكده تمام. جبنا ايه بقى معانا علشان نستخدمه الايام اللي جايه دي، هوريه لحضراتكم اهو. اول حاجه هنجيبها او هنشتغل عليها في الفتره دي او ساعه يعني ما نجيب الطيور، اللي هو محلول الجفاف ده اول 12 ساعه. انا بحب احطه اول 24 ساعه بصراحه. يعني ده محلول الجفاف تمام. هنخلص محلول الجفاف ده بقى اللي سيليميون، اللي انا دايما بتكلم عنه في اي علاج وفي اي امراض اهو. يعني هو مش الاسم اهو مكتوب فيتامين والسيلينيوم، العلاج الوقائي من الامراض الناتجه عن نقص فيتامين وضمور العضلات وغيره وغيره وغيره، حاجات كتير قوي في الازازه دي اهي. انا بجيبها لما ببقى جايبه يعني حاجات كتير شايفين اهي. دي رافع مناعه ماشي. هنقعد بقى برافع المناعه دي 4 ايام، يعني احنا هنفضل شغالين 4 ايام اهي. بعدها بقى هنشتغل بايه؟ بالمضاد الحيوي. بعد ال4 ايام هنبدا نشتغل بده. ده تحصين، يعني المضاد حيوي وتنفسي مع بعض. ده مضاد حيوي وتنفسي مع بعض. ده بالنسبة للأعداد الكبيرة، إنما في بدايل بقى يعني إيه للأعداد الصغيرة، تبقى أرخص شوية وبرضو كويسة، ما فيش مشكلة ماشي. احنا كده فراخنا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله بيروحوا على الأكل هم، ودرجة الحرارة تمام ومظبوطة والدنيا تمام، والمكان واسع اهو عشان احنا في الحر، فالمكان لازم يبقى واسع ماشي. وده هنتابع مع بعض ان شاء الله يوم في يوم في الدورة. ويا رب اكون قدرت افيدكم، وما تنسوناش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.